بيسابقني، مش عارف ليه الراجل ده بيسابقني. استفاد ايه لما سبقني؟ معرفش استفاد ايه لما سبقني وطلع قدامي ووقف، ولا استفاد اي حاجة. هو لسه دوره زي ما هو. في ناس كتير اتكلمت على تجهز نفسك ازاي خارجيا كموتوسيكل. بسم الله. اللي هو سيفتي جلاف، مفاصل، نوع الخوذة، تشيك على الموتوسيكل، تعمل تشيك اب على الطريق على الGPS قبل ما تتحرك. مش محدش اتكلم على حاجة انا افتكرتها، اللي هي جسمك من جوه. You serious? هل البايكر او الدليفري اللي هو بيسوق كل يوم زيه زي اللي بيركب عربية او اللي ما بيسوقش اصلا كجسديا؟ لا. اول حاجة بتاخدوا بالكم منها هي ايه؟ العظم. اللي بيسوق الموتوسيكل يوميا عنده حاجة حلوة اوي في عظمه، ان عظمه اقوى. يبقى خلاص ايه، خد على قعدة الكرسي، ظهره ما بيوجعوش في اول 20 يوم مثلا. زي الجيم بتاع العضل، ده جيم بتاع العظم. فايه اول حاجة بناخد بالنا منها هي العظم. بعد كده وراه على طول المناعة بقى. طبعا مش هتكلم عن النظر والسمع، عشان اللي ما بيلبسش خوذة خلاص ماليش دعوة، يعني هو عارف مصلحته فين. واللي بيلبس خوذة عارف هو بيحمي عينيه قد ايه، وبيحمي رخيره ودانه، تنفس نضيف، بفلتر، عارف كل حاجة. بيسابقني، مش عارف ليه الراجل ده بيسابقني. استفاد ايه لما سبقني؟ معرفش استفاد ايه. يلا بقى، معرفش استفاد ايه لما سبقني وطلع قدامي ووقف، ولا استفاد اي حاجة. هو لسه دوره زي ما هو، ما علينا. وبعد كده بنتكلم عن المناعة. مفروض تاكل معلقة عسل كل يوم على الريق، مع عسل ابيض، عسل نحل، فيتامين from A to Z. وبعد كده ايه، C، وتاخد اوميجا 3. اهم حاجة بقى فيهم كلهم اللي هو اصلا بيبوظ السيستم يا اما بيشغله، السكر. No, God! No, God, please, no! 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 لازم توقف سكر تدريجيا. هتقولي مال السكر ومال السواقة؟ بص يا سيدي، السكر بيبوظ السيستم كله، سيستم الاستيعاب، بايه اللي داخل وايه اللي خارج، وامتى انام وامتى اصحى، وامتى اجوع وامتى اكل، واجوع ايه، وجسمي عايز ايه، وهموت واشرب ايه، وهموت واكل ايه. لو وقفت السكر هتلاقي السيستم خلاص بقى كل عضو من اعضاء الجسم طلب المطلوب بتاعه. هتلاقي شفايفك مشققه، معناها ان انا عايز سلطه وعايز اشرب ميه سوائل. هتلاقي جنبك بيوجعك، معناها ان ايه، اشرب بقدونس واقلل ملح. فالسكر يا سيدي بيبوظ السيستم بتاع الاحتياج والصرف، يعني اللي داخل وخارج الجسم. كده يبقى عندنا ايه، عظم، اعصاب، اوتار، خلايا مخ في مكانها، ريكفري عالي للخلايا اللي في المخ، وريكفري عالي برضه للخلايا الجذعيه للجسم وللعضل. طبعا تلعب رياضه او ما بتلعبش، انت لو عملت الحاجات دي هتفوق، هتتنفس. لو ما عملتش الحاجات دي وما بتلعبش رياضه هتموت، مش هتتعب، هيحصل لك مشكله كبيره جدا. نتكلم بقى عن موضوع ايه، التحليل النفسي. لو انت بقيت سواق لازم يبقى عندك اسلوب تحليل نفسي معين، يعني كعنوان، وبعد كده انت بقى ايه، تعمل بقى اللي انت عايزه تحتيه. مبدئيا كده كل الناس اللي حواليك دول عايزين يموتوك، كلهم مش مركزين، كلهم متخانقين مع مراتاتهم وعيالهم وامهم، وانت نزلت في وقت غلط. دايما تبقى عامل حسابك على كده.
اهو اللي جاي ده مش عايز يقف، وقف عافية عشان هو مش طايق نفسه. الراجل ده دكتور مطبق 4-5 ايام ورا بعض، وعمل 16 عملية ورا بعض، وتعبان ميت ومش شايف قدامه. اللي هناك ده دليفري، الراجل الموتوسيكل ده اشتغل امبارح فوق ال 16 ساعة ومش شايف قدامه، وما كلش كويس وما نامش كويس، ومتخانق مع عياله قبل ما ينزل، وعليه مصاريف قد كده. لازم تعمل حسابك نفسيا ان كل اللي حواليك مضغوطين ومش شايفين قدامهم. يبقى تعمل ايه؟ تاخد بالك اولا من اللي هم بيعملوه، ثانيا هتاخد بالك من، هتدعم نفسك نفسيا من حته اللي هو معلش ده غلبان، معلش ده تلاقيه مضغوط. فلو حصل اي حاجه، حد رمى عليك او كده، مش هتتحول لخناقه، وبالتالي هتخسر وقتك، وتخسر مثلا ممكن تتضرب او تضرب وفيها سجن وحبس. وفرت كل الهري ده، اديت له عذر، قلت معلش، وشفته غلبان وما شفتوش طاغي وظالم. تجهيزك النفسي انت لازم يبقى ايه؟ انت نازل مستوعب حامي نفسك، ومستوعب اللي بيحصل في الشارع. لو حد يا سيدي حلو ورايق واخد باله من نفسه، واخد باله من صحته، ودماغه شغاله، ومش متخانق مع عياله ولا متخانق مع مراته ولا امه، ولا في اي مشاكل عنده في الشغل، واللي انا بقوله لك ده مستحيل. كل الناس طالع ميتين ابوها، تمام؟ الشخص المثالي ده لو تواجد مش هيفرق حاجه في الغابه، برضه هتبقى خربانه، كده خربانه، كده لازم، كده بايظه كده لازم تحمي نفسك من الحاجات اللي ممكن تحصل، اللي هي بتحصل وانت عارف انها بتحصل، وما تتغاضاش عن ان انت تاخد بالك من نفسك. كمل بقى موضوع النفسي ده للحلقة القادمة. مع السلامة.